هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي صوت المنتدى الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم والزملاء في ساعة هذا اليوم الأربعاء 17 من ديسمبر، والتي أستهلها بقراءة نشرة الأخبار. ومن ثم يأتيكم زميلي يوسف بوليسي بتقرير حول مشاركة وفد من المعارضة الإريترية في ورشة عمل تضامنية مع قضايا الشعب الإريتري بجنوب أفريقيا. كما تستمعون إلى ما كتبه الأستاذ محمد علي موسى تحت عنوان لماذا يزج بالشعب الإريتري في حروب عبثية لسلطة لم ينتخبها. ثم نختم بإعادة الحلقة الثانية من محطات القيس عن المشهد الإريتري. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة نرجوها لكم. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مستهلها أبرز العناوين.
اجتماع جماهيري للمنتدى بمدينة جنيف. جهاز الأمن السوداني يعتقل ناشطة إريترية ضد تجارة البشر ويهدد بتسليمها لإريتريا. إلى تفاصيل الأخبار. عقد الدكتور أسف فوت خستيل عضو التنسيقي بمنتدى الحوار الوطني اجتماعا جماهيريا يوم الجمعة الماضية بجنيف، حضره لفيف من المواطنين المقيمين بسويسرا، تناول فيه بالشرح الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وأهمية خلق آلية موحدة للتصدي لممارسات النظام التي تهدد كيان الوطن برمته، وذلك برفع درجة الوعي بين المواطنين لتحديات المرحلة واصطفاف أطراف المعارضة الإريترية حول رؤية موحدة لإنقاذ الوطن من الانهيار. وقال أسفاو: علينا كمعارضة وطنية تبني منهجية سياسية تنظر للأمور بمنظار عقلاني تنأى بنا عن عواقب ما يمكن أن يحدثه أي فراغ سياسي عقب سقوط النظام. وفي هذا الصدد دعا إلى التفكير بجدية ليس في إسقاط النظام فحسب، بل الذهاب أبعد من ذلك من خلال التحضير إلى استلام المعارضة مقاليد الحكم بطرق أكثر سلاسة. وفي معرض شرحه للخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، قال الدكتور أسفاو: على قوى المعارضة الاستعداد لتناسي خلافاتها والانصهار في بوتقة إنقاذ الوطن من الانهيار وخلاص شعبنا من الظلم والتعسف اللذين يلحقان به جراء ممارسة النظام القمعي التسلطي اللامسؤولة. وأضاف أن على المعارضة خلق جسر من التواصل مع الداخل وإفشاء روح الحوار والتسامح بينها والاتفاق على الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد سقوط النظام، كما طالبها بالتنسيق المحكم في مقارعة النظام دبلوماسيا وسياسيا. وأوضح استعداد منتدى الحوار الوطني من أجل تسهيل وخلق أرضية توافقية بين قوى المعارضة الإريترية، وأعلن عن استعداد المنتدى أيضا للتفاكر والتشاور مع مختلف قوى المعارضة بغية الخروج من النفق المظلم الذي يكتنف العمل السياسي المعارض، مفصحا عن لقاءات أجراها المنتدى مع أغلب التنظيمات والأحزاب السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها السياسية، والتي أثمرت حسب قوله عن نتائج جد مشجعة سيكون لها وقعا طيبا بين أوساط شعبنا. ودعا الدكتور أسفاو إلى أهمية تجاوز تراكمات تجربتنا الثورية والتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي وفق رؤى وطنية واضحة بغض النظر عن التباين في الرؤى السياسية، والتي ينبغي أن تجد مناخا مناسبا لازدهارها وتلاقحها في إريتريا الديمقراطية التي يسودها العدل والمساواة بين مختلف مكوناتها القومية والدينية والجهوية. ودعا الحضور إلى الإسهام بآرائهم ومقترحاتهم إثراء لعملية الحوار والتنسيق بين قوى المعارضة الإريترية، وثمن الجهود المبذولة هنا وهناك من أجل تجاوز هذا الواقع، وأثنى بالأخص على فكرة الجمعيات التي بدأت تجتاح بعض المدن في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إنها ستؤدي حتما إلى تشجيع الأغلبية الصامتة من اللاجئين الإريتريين المقيمين بها، وهي صفعة قوية لجهود أعوان النظام الذين ما فتئوا يحاولون شق صف المعارضة بطرحهم للقضايا الانصرافية التي تلهيها عن تبني القضايا الظرفية والمستقبلية التي تهم شعبنا وتفضح ممارسات النظام. وفي ختام كلمته أمام الجماهير في جنيف أجاب على استفسارات الحضور واستمع لآرائهم ومقترحاتهم التي انصبت حول كيفية الخروج من الواقع الحالي والولوج إلى رحاب واقع أكثر ازدهارا وأمنا. يواصل المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي جلسات أعمال اجتماعه الطارئ التي افتتحت يوم الاثنين الماضي 15 من ديسمبر بمدينة دبرزيت الإثيوبية. وتفيد الأنباء الواردة إلينا من مقر الاجتماع بأن المجتمعين تسودهم روح التوافق والمسؤولية في مناقشة بنود الاجتماع، والتي من ضمنها تفعيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري. هذا وكان المكتب التنفيذي للمجلس قد دعا إلى عقد هذا الاجتماع بعد مضي أكثر من عامين دون عقد المجلس لاجتماعاته الدورية، ومن المقرر أن يختتم الاجتماع أعماله في 19 من هذا الشهر. تناولت الصحف المحلية السودانية الصادرة في الخرطوم اعتقال جهاز الأمن السوداني الناشطة الإريترية يورساليم يعقوب في 13 من هذا الشهر في مطار الخرطوم. وكانت يورساليم قد حضرت من لندن إلى الخرطوم لقضاء إجازتها مع أقربائها في السودان، وأوقفت في المطار أثناء عودتها إلى لندن، حيث تم اعتقالها وتهديدها بتسليمها إلى السلطات الإريترية على الرغم من حيازتها لوثائق بريطانية تثبت أنها تتمتع بحق اللجوء السياسي في إنجلترا. الجدير بالذكر أن يورساليم تنشط مع المنظمات البريطانية التي تعمل ضد تجارة البشر والتي ترتكب في حق الإريتريين في شرق السودان وصحراء سيناء،
ومن المتوقع أن تتحرك المنظمات البريطانية للتضامن مع الناشطة يروساليم وتقف ضد التسليم القسري للحكومة الإريترية. نهاية النشر. شبر من مدر قلت شنيا بحشمتك أزيما منينا أزيما ينهم لا رفينا صارت الباب التنسينا الشمعتنا لا سندلتا أو كرحنا لك ليبا من البابنا لا زر شاما بنا حبا سبا قلت ركبت منيتا قلنا تمم لا سيوبا لا لي وامع الكلنا خدما كلنا بحبر الجلابة أزيما منينا أزيما ينهم لا دفينا صارت الباب التنسينا. تقرير إخباري حول مشاركة وفد من المعارضة الإريترية في ورشة عمل تضامنية مع قضايا الشعب الإريتري بجنوب أفريقيا. الوفد الإريتري رفيع المستوى يسلط الضوء على المشاكل في أرض الوطن ويحصل على تعهدات بالتضامن والدعم الأفريقي. عقدت في الفترة من 3 إلى 4 من شهر ديسمبر الجاري ورشة عمل بمدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية، شارك فيها وفد إريتري مكون من الدكتور عند برهان والدقرقيس من المنتدى الحوار الإريتري، الأستاذ والديسوس عمار من حزب الشعب الديمقراطي، الأستاذة سلوى نور وهي ناشطة إريترية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ كلو برهان أبراهام من الحركة الإريترية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها، كما انضم إليهم مستشار منظمة سادك الدكتور أداني جورمسكل. وتهدف الورشة إلى تفعيل القرارات التي اتخذها منتدى المجتمع المدني العاشر لسادك الذي عقد في يوليو الماضي في هراري بزيمبابوي بمشاركة 15 دولة أفريقية، واختيرت فيه إريتريا واحدة من البلدان الأربعة التي تم تحديدها للدعم والتضامن من قبل هذه الدول، والتي شملت ضمن أهدافها دعم الديمقراطية وحل النزاعات والحكم الرشيد. وللتعليق حول مخرجات هذه الورشة وإعلان هراري الذي صدر في يوليو الماضي، التقت إذاعة صوت المنتدى بالسيد والديسوس عمار أحد أعضاء الوفد الإريتري الذي شارك في هذه الورشة وقال: لقد كانت زيارة فريدة من نوعها، حيث جاءت بعد عام من وفاة الراحل نيلسون مانديلا مؤسس الدولة الحديثة في جنوب أفريقيا. لقد حضر ورشة العمل فريق عمل تضامن المجتمع المدني الإقليمي وموظفو الدعم من منظمته، وكذلك حضر ورشة المدير التنفيذي لسادك وكبار ممثلو مظلة المنظمات الأعضاء مثل المجلس التنسيقي للاتحاد التجاري في جنوب أفريقيا، نقابات عمال جنوب أفريقيا، وزمالات المجالس المسيحية في 12 دولة جنوب أفريقية، ومعهد الإعلام الجنوب أفريقي الذي يتخذ من بوتسوانا مقرا له أو ما يعرف بميسا. هذا وقد انتهز المدعوون من نشطاء المجتمع المدني والسياسيين من إريتريا وسوازيلاند الفرصة لإعطاء شرح كافي عن آخر المستجدات عن الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في بلدانهم. وجدير بالذكر أن وفد الفلسطيني المتوقع قد تخلف عن المشاركة لأسباب فنية. وفيما يتعلق بإريتريا، تطرق السيد عمار إلى إعلان يوليو لمنتدى المجتمع المدني العاشر لسادك، حيث قال إن إعلان يوليو عبر عن قلقه العميق إزاء الوضع السياسي في إريتريا، وأيضا إزاء الظروف القمعية التي يواجهها الشعب الإريتري نتيجة لغياب احترام حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي يرتكبها النظام ضد شعبنا، كما عبر عن قلقه الخاص إزاء استمرار تنفيذ الخدمة العسكرية مفتوحة الأجل والتي يتم بموجبها إبقاء الشباب الإريتري في ظل ظروف أشبه بالعبودية مما يجعلهم دون أي مستقبل. في الواقع هذه السياسة تجبر عشرات الآلاف من الشباب الإريتري عن مغادرة بلادهم بحثا عن أمان ومستقبل أفضل ليتعرضوا لخطورة المعاملة اللا إنسانية على أيدي مهربي البشر عديمي الضمير والموت في أعالي البحار والصحاري والاغتصاب والانتزاع غير المشروع لأعضائهم. واستنادا على هذا الفهم، لقد تم تكليف كبار قادة ساد بهراري بواسطة استكشاف الوضع في إريتريا وغيرها من البلدان المتضررة من خلال ورشة عمل حتى يقرروا ما يمكن القيام به في المستقبل القريب. لقد منح الإريتريون الأربعة الذين حضروا ورشة العمل فرصة لتقديم عرض مفصل بشكل كبير عن الوضع السيء في بلادنا،
وأوضح المشاركون ما تريده قوى المعارضة الإريترية من سادك نحو الإريتريين سواء المقيمين منهم بداخل البلاد أو منهم في الشتات. وحول مخرجاتها قال عمار: قررت ورشة عمل جوهانسبورغ من بين أمور أخرى إنشاء هيئة تضامن مخصصة لمتابعة الوضع في إريتريا وأيضا البلدان الثلاث المتضررة الأخرى من أجل زيادة التضامن ودعم منظمة سادك وغيرها خارج المنطقة، اتخاذ إجراءات نحو وضع إريتريا في جدول الأعمال الأفريقي بحيث يمكن مراجعته في مؤتمر القمة القادم للدول الأعضاء في سادك في فبراير القادم، وضع آلية لحراك المجتمع المدني في الشرق وغرب الشمال أفريقيا وتعزيز التضامن مع الإريتريين الذين يكافحون من أجل السلام والحكم الديمقراطي، وإدراكا لحقيقة أن الإريتريين الذين أجبروا على مغادرة بلدهم بأنهم ليسوا لاجئين أو مهاجرين لأسباب اقتصادية وإنما لاجئين سياسيين، فإن ورشة العمل أكدت على أنهم يستحقون الحصول على الوثائق المناسبة في جنوب أفريقيا وبقية المنطقة المنظمة وخارجها حتى انتقال إريتريا من الدكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي. وحول نشاطات الوفد في جنوب أفريقيا عقب انتهاء الورشة قال السيد ولد يسوع عمار: حفلت إقامة الوفد في جنوب أفريقيا والتي امتدت في الفترة من 3 إلى 9 من ديسمبر الجاري بنشاطات هامة تمثلت في سيمينارات للإريتريين المقيمين في جنوب أفريقيا، وذلك في كل من دربان، جوهانسبورغ وبريتوريا، الذين عددهم ب5000 مواطن، معظمهم ليست لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ويعاملون كرهائن من السفارة الإريترية. العديد منهم يعملون لحسابهم الخاص حيث يمتلكون المحلات الصغيرة، وهم هذه الأيام مشغولون للغاية لكسب في موسم أعياد الميلاد. من المعلوم أن عددا منهم قد نأى بنفسه عن النظام لكنه لا يمكنه التعبير عن ذلك الموقف من خلال حضور اجتماعات المعارضة أو لا يسمحون بالتقاط صور لهم في مثل هذه المناسبات إذا حضروها، وذلك لعواقبها الوخيمة عند سفارة النظام. واستطرد عمار موضحا: في 6 من ديسمبر عقد 3 من أعضاء الوفد حلقة نقاش مستفيضة مع أعضاء في الجالية الإريترية في دربان، حيث تم فيها الشرح منفصل للأوضاع الراهنة داخل الوطن ومواقف القوى الخارجية المتغيرة تجاه النظام في أسمرة، وضع اللاجئين الإريتريين المغلق في أنحاء متعددة من العالم، حالة التفتت والشتات التي تعاني منها قوى المعارضة الإريترية، والمبادرات الجديدة للحوار وإعادة تنظيم القوات المكافحة من أجل خلق قوة بديلة قابلة للحياة والتي تسهم في التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. كما استغل أعضاء الوفد أيضا هذه السانحة للقاء الأصدقاء القدامى والمعارف بشكل فردي وأيضا في مجموعات صغيرة لتبادل الملاحظات حول كيفية تعبئة الأغلبية الصامتة وكيفية معالجة ورأب الصدع وإزالة الخلافات بين قوى المعارضة بطريقة فعالة. وحول لقاءات الوفد الصحفية أوضح السيد ولد يسوع عمار: نظمت منظمة سابك في 5 من ديسمبر مؤتمرا صحفيا لأعضاء الوفد الإريتري لإعطاء فرصة أخرى للوفد الإريتري لمزيد من الشرح حول الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان المتدهورة في البلاد. افتتح المدير التنفيذي لمجلس سابك المؤتمر الصحفي الذي قدم شرحا شاملا لما قد تم مناقشته والقرارات التي خرجت بها ورشة العمل بشأن إريتريا، سوازيلاند، فلسطين والصحراء الغربية. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الإريتري عن رضا بالتضامن التاريخي والتعهدات الأخرى بالحصول على الدعم من قبل المجتمع المدني في بلدان الجنوب الأفريقي، كما أنهم أوضحوا بمزيد من التفصيل الضيق الذي تواجهه إريتريا وشعبها في ظل النظام الدكتاتوري. كما تم تفصيل نتائج ورشة العمل للحضور في رجال الصحافة والسلك الدبلوماسي وحركات المجتمع المدني الذين جاءوا إلى الاجتماع على الرغم من احتفالات 5 ديسمبر في جوهانسبورغ بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة نيلسون مانديلا، ولقد كان من بين المشاركين دبلوماسيون من السفارة الإثيوبية في جنوب أفريقيا. كما سنحت لأعضاء الوفد الإريتري المعارضة الفرصة المقابلة إذاعية بمقر منظمة سابك مع قناة أفريقيا التي تتمتع بجمهور عريض في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، وقد تمحورت الأسئلة التي طرحت على 3 أعضاء من الوفد الإريتري حول حالة حقوق الإنسان السياسية الاقتصادية والإنسانية داخل إريتريا ومحنة اللاجئين الإريتريين وقضية الحدود وقرارات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعزلة النظام الإريتري عن بقية العالم. عندما انتهت مهمة الوفد الإريتري والتي امتدت من 3 ديسمبر إلى 9 من ديسمبر، كان قد تمت طمأنة أعضائه أن جهودا كبيرة جدا ستبذل قريبا لوضع إريتريا على رأس جدول الأعمال الأفريقي في المرحلة القادمة. وجدير بالذكر أن أفريقيا لم تعر قضية الشعب الإريتري أي اهتمام خلال كفاحه الطويل من أجل التحرر الوطني، غير أنها بدأت الآن تتحرك صعودا من الأسفل لمساعدة الإريتريين في التمتع بحقوقهم المتمثلة في السلام والديمقراطية، الكرامة الإنسانية والازدهار
التي استعصت عليهم منذ عام 1991. زمن زفترو زمن زخدعي وكل زقسي تسعنا وقتي وشت يقناز اسألني تقعي عبل وعرفتي ثم تعابتي عفوعي عبزحول الشكر مخافلتي عبل لا تاقرزو عديتي بزيتي عبل لا تاوعرو تاموافرتي يا حيوم السنيني احواتي عرفتي شقرقر الشغل كل كيلو من عبلتي ويه ويه عندك غفز بعبود عاشقو سلام كليو سلام هدعات قضي بتصوم حريمو حقوقي بو عندك زغرا احجن راحيلو بتنتناتيو عبعدنا قدام شكر غرق واحنا برات تباراري زحاوها لسه زحابتها انزقهتها زرب السينكا يشكر بشكر يتفتحوا فتنكا عبتمتم سهراه يوتليوكا عبتي قبات بحري معبل سليقوكا ويكمل اسعويات قادو زرقبكا عبتي شكال سيناي عداقا وريدكا عقلكا كبوزين نبور حاريوكا صندعي زمن زفترو زمن زخدعي وكل زقسي تسعنا وقتي وشت يقناز اسألني تقعي عبل وعرفتي ثم تعابتي عفوعي عبزحول الشكر مخافلتي عبل لا تاقرزو عديتي بزيتي عبل لا تاوعرو تاموافرتي يا حيوم السنيني احواتي عرفتي شقرقر الشغل كل كيلو من عبرتي ويه ويه حلف يلم على فايو شكر تاريخ كوين نبر يجلب بين عبيد حوي حبتين بالحلنا يبربر الشكر حاوها كميزي شكركا كميزي تايكا سغيرا يحبتها سقطا تعزب كمي وردكا
صوت المنتدى. لماذا يزج بالشعب الإريتري في حروب عبثية لسلطة لم ينتخبها؟ بقلم الأستاذ محمد علي موسى. يشير الكاتب الروائي البريطاني جورج أورويل في روايته الأنظمة العسكرية الديكتاتورية إلى أن النظام الشمولي يحيل المواطنين إلى أرقام مشبعة بعاطفة وطنية أولية لخدمة دولة الزعيم الأوحد. والوطنية الأولية تعني المواطنة الرقمية التي لا حقوق لها، فقط يتم استدعاؤها لحماية الدكتاتور الذي جعل صورته تتماهى وصورة الوطن عبر مؤثرات آلته الدعائية المجهلة وصياطه التي تلهب الأرواح والأجساد. وبالعودة من رواية البريطاني جورج إلى واقع حال الشعب الإريتري، يمكننا أن نلمس بوضوح مدى تطابقها والمشهد السياسي الإريتري. إن أولى المفاهيم التي يحاول الطاغية أن يغلف بها نفسه هي جعل صورته متداخلة مع صورة الوطن. لهذا وجب في البدء أن نمزق تماما هذا الغلاف شر ممزق، فالوطن شيء منفصل تماما عن السلطة السياسية التي تحكمه حتى وإن كانت منتخبة من الشعب، ناهيك عن سلطة تفرض نفسها على الوطن بقوة القهر. فالوطن كيان عظيم وهو باق ودائم، والسلطة جهة متغيرة زائلة. هذا الفهم أساسي ومحوري، وإلا اختلط الحابل بالنابل. إن الفهم الذي يجعل مسألة الوطن متماهية بسلطة عصابة حاكمة هو إما جاهلية صارخة أو لأمر مبيت، وتبيت هكذا أمر يعد خيانة عظمى للوطن وللشعب. أن يحرم الشعب الإريتري من حقه الطبيعي في اختيار قيادته وممارسة حقه المكتسب بنضالاته في الحرية وإدارة شؤونه بنفسه، إنه بحق لأمر عجيب. والأنكى والأمر من ذلك أن يصبح ورغم أنفه ضحية لقرارات وسياسات سلطة لم ينتخبها. فمنذ الاستقلال الوطني والشعب الإريتري الأبي يساق كالقطيع إلى حروب لم يعلنها رئيس وبرلمان وطني منتخبين، يساق لخوض حروب موغلة في الدموية ومدمرة للبشر والاقتصاد ولمستقبل أمة ناضلت طويلا لتنعم بالسلام والاستقرار والحرية والنماء. درجة العادة أن تتحدث الدول عن النمو الذي أحدثته في ضمان حق الحريات وتنمية الاقتصاد بهدف الاستقرار والتعليم والبنية الأساسية والطاقة والصحة والضمان الاجتماعي والثقافي وغيرها من مجالات الحياة، إلا أن دولتنا أصبحت دولة الفرد الواحد يفعل بها ما يشاء، ومنتجاتها غدت التفنن مذهل في عناوين تدخل الشعب الإريتري في حروب تحرق كل شيء. إذن إلى متى سيظل الشعب الإريتري ضحية لقرارات سلطات لم ينتخبها؟ وإلى متى سيستمر استعباد هذا الشعب بخطابات عصور الظلام وعبودية الجاهلية الأولى؟ لهذا نقول لإخوتنا الذين استلبهم الزعيم ترغيبا أو ترهيبا: إلى متى ستجترون حديث الهذيان الذي أكد للمرة الألف بأنه طريق الانتحار الوطني؟ والمعطيات ماثلة بين أيديكم: سيادة منتهكة، وشعب مشرد مفقر مجروح الكرامة ومستلب الإرادة. ليس هذا وحسب، بل ويساق من حرب إلى أخرى، وكيانه الموحد على مفترق طرق. نعلم بأنكم تعلمون، لكننا نقول قولنا هذا على قاعدة إياك أعني فاسمعي يا جارة، وذلك حتى لا تصيبوا سمومكم بعض البسطاء من شعبنا الطيب. أما أنتم سجناء نقائصكم وتكوينكم المعتل لا تجرؤون لمجابهة ما اعتدتم عليه، لا تملكون الشجاعة للتخلص من المألوف، لا تملكون الإرادة القوية، لهذا أنتم أسرى للإدمان البائس.
تحول الوطن في ظل زعيمكم الأوحد إلى أشباح بائسة، إلى شيء لا يشبه ولا يمت بصلة إلى عظمة وتضحيات الشعب الإريتري. ها هو النظام الحاكم في بلادنا يمارس كعادته مجددا ضرب طبول الحرب، ليس لأن الوطن في خطر، بل يود كدأبه حماية نفسه. وقد يقول أحدهم كما قال سفير إسياس بالأمم المتحدة: حملات التجنيد الإجباري ضرورية لأن جزء من أرض الوطن محتل. نعم يا جرما أسمروم، في ظل السياسات الهوجاء لنظام إسياس وفي ظل سعادتكم سفيرا دائما للنظام انتهكت السيادة الوطنية، وهذه السيادة لا تصان إلا بعد أن تصان كرامة المواطن الإريتري. فتجوالك كسفير دائم بين السفارات بدءا من إثيوبيا والعودة إليها مرات ومرات، ومرورا بأوروبا وأمريكا والعودة إليها مرات ومرات، بينما أنت في تجوالك هذا كان ولا يزال الشباب الإريتري ولعقود وعقود ينتقل من جبهة قتال إلى أخرى، وهذه الجبهات لا توزع بها حقائب الدولارات ولا تقدم فيها خدمات فنادق ال5 نجوم، إنها جبهات الموت والترمل وبتر الأعضاء والكرامة النازفة والخدمة بلا مقابل لحكومة تصرف الأموال لأمثالك في جولاته المكوكية حول العالم. عفوا يا سعادة السفير، فقد تكشفت معالم وجوهكم إلى حد القثيان. معلوم أيها السادة أن الأنظمة الدكتاتورية هي دوما مطية لانتهاك السيادة، ويسعدها ذلك لأنها تحت طائلة هذه الحجة تستعبد المواطن. وإليكم مثال الجولان السوري المحتل لأكثر من 5 عقود، والنظام السوري يقبض على أنفاس الشعب السوري تحت هذه الحجة دون أن يطلق رصاصة واحدة لتحرير الجولان. وكذلك بادمة الإريترية رغم احتلالها من قبل القوات الإثيوبية، وقع نظام إسياس صلحا مع الحكومة الإثيوبية عندما لامس الأمر سلطانه. الآن أيضا سيبقيها وسيلة ابتزاز للمواطن الإريتري. وبالأساس الدول لا تتمتع بالقوة الحقيقية والدائمة إلا في ظل الديمقراطية الحقة والحكم الرشيد، لا بعنتريات على حساب دماء الشهداء. النظام الحاكم في بلادنا يمارس كعادته مجددا ضرب طبول الحرب، ليس لأن الوطن في خطر، بل لتنامي التململ والتمرد الشعبي وارتفاع الوعي الوطني بكارثية سياسات العصابة الحاكمة. فقد بدأ شعبنا فعلا يتلمس طريقه لتنظيم صفوفه. من هنا تطل نظرية الدكتاتورية لإلهاء الشعب عن سلوك النظام الحاكم عبر خلق عدو خارجي، لينشغل الشعب في حروب دموية ومعركة كسر عظام مع الخارج العدو. هذا السيناريو مورس على الشعب الإريتري الصادق النقي مرارا وتكرارا، لكن هذه المرة سينقلب السحر على الساحر. كيف تعاد المهزلة وأثر فأس المهزلة الأولى لا يزال غائرا؟ لا يعقل أن يعاود الشعب المسرحية التي يساق فيها كقطيع الأضاحي. فالشعب الإريتري ليس نشاز، بل تنطبق عليه سنن الشعوب، ولا نغالي إن قلنا كان شعبنا سباقا في مضمار الحقوق والحريات ومهرها بالمهج الغوالي. حتى في هذا البلاء الذي حل بشعبنا سرت الخديعة عليه من بوابة حسن الظن ومن سماحة خصاله في المروءة والصدق والوفاء والأمانة، حيث لم يخيل إليه أن من جاء مع الأبطال سيتجرأ يوما لخيانة حلم الشعب الإريتري في حكم نفسه بنفسه، ويغتال أبناء شعبه وحتى رفاقه فقط ليصبح رئيسا. فلتخسأ هذه الدنيئة التي لا تشبه طباع شعبنا. لا صوت يعلو بعد الآن على صوت تحرير الإنسان الإريتري وامتلاكه لسيادته. ليست هناك أولوية تسبق وتعلو على هذه الأولوية. كفى تجارب أنانية مقيتة وفاشلة، فالشعوب لا تحمي أوطانها إلا بالشورى. أين الديكتاتوريات التي حمت الأوطان؟ أين التجارب التي تشير إلى ذلك؟ هل في هتلر واجتياح الحلفاء لأراضي ألمانيا؟ أم في جمال عبد الناصر وهزيمة 67؟ أم في صدام والقذافي والانكسار المر؟
أنف إسياس أفورقي واستباحة الأراضي الإريترية في ظل قيادته. كل هذه الدكتاتوريات تنتفخ في البداية بتدثرها بخطابات جماهيرية، ثم تنكمش بانكشاف حقيقتها وكأنها لم تكن، ونهايتها كارثية على الوطن. كل التجارب تشير بوضوح أن الأوطان تصان بصون كرامة المواطن واحترام مشاركته في القرار. لهذا نستميح عذرا كل من يرغب في أن يبيعنا تجارب فاشلة، أن نقول له إن تجربة المجرب حماقة وجنون. الآن أيضا كما الأمس الأولوية للوطن، مع إضافة جملة ضرورية تؤطر لهذا المبدأ، وهي وطن غايته كرامة الإنسان الإريتري. ضمن هذا المعيار نجد أن المهدد الأول للوطن الإريتري في وحدته وسلامة أراضيه هو النظام الدكتاتوري الجاثم على صدره. لهذا يجب أن ينتهي عاجلا وليس آجلا عهد استدعاء الشعب الإريتري في غير معاركه. وهنا لا يجرؤ أحدا قريبا كان أم بعيدا بالتطاول على وطنية الشعب الإريتري، فهو الشعب الذي انتزع بلاده بأظافره وفي وضح النهار من فم الأسد، وهو بحق شعب الشهداء والصدق. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايد اللي يهو إيتت أزم وعبايد اللي يهو إيتت أزم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ذيب حمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ذيب حمم الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب الحرب الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينقبر دي بحلم سوبوا لك بالكراسي والدلال الكرسي حلم سوبوا لك الكراسي والدلال الكرسي حلم سميتوا انكري قبيلنا لزلم اريتريا لثلم سميتوا انكري قبيلنا لزلم اريتريا لثلم كفينا كفينا كفاءة حديد الزم اريتريا كفينا كفينا كفاءة حديد الزم مريئيكا تم وسمعك تم مريئيكا تم وسمعك تم من تتهاجى أبوك إنك
زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايد اللي يهو إيتت أزم وعبايد اللي يهو إيتت أزم انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة شعب ليدين يدو فتحوا ليدي ونمرة وحدة نوز العقبة وشعب لك بقارة اقس النت عندون عندك هو أباي نفرح اقس النت عندون عندك هو أباي نفرح اقس النت عندون عندك هو أباي نفرح اقس النت عندون. مشاهد إريتريا، إثيوبيا والفراق السياسي المحتمل والثمن الباهظ. الحديث عن إثيوبيا يحمل الكثير من التعقيدات، لأن الموضوع ليس من السهل تناوله كعلاقة بين دولتين شاءت الأقدار والظروف السياسية أن يعيشا حالة من التوتر والخلاف، بل إن القضية أعمق وأكثر تعقيدا، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية. أولا، إن المأساة الإريترية بدءا من الخمسينات وحتى اللحظة هي كلها صناعة إثيوبية، أو أن الطرف الإثيوبي هو الطرف الفاعل في أي حدث قل شأنه أم كبر. ثانيا، أن مراحل الارتباط مع إثيوبيا مر بأشكال مختلفة: الفيدرالية، الضم النهائي، والسلاح المسلط من قبل حكام إثيوبيا هو طمس وإنهاء الوطنية الإريترية من خلال القمع واعتماد سياسة الأرض المحروقة، وتجفيف الأرض من الشعب كطريقة ناجعة للتخلص من القضية وشعبها. ثالثا، سعى حكام إثيوبيا بربط الحركة الوطنية الإريترية والمطالب الوطنية بجهات خارجية، تارة بالصراع العربي الإسرائيلي، وتارة كحركة انفصالية تمثل بادرة شؤم للقارة الأفريقية التي تعج بحركات انفصالية لا حد لها كنتيجة للتقسيم الاعتباطي الكولونيالي لدولها. ومع تبدل شكل وصورة النظام الإثيوبي تبدلت النبرة والخطاب والتهم، فأصبحت القضية والمطالب حركة رجعية تقضيها الدوائر الاستعمارية والإمبريالية العالمية وبدعم القوى الرجعية في المنطقة. لم يحدث في التاريخ الطويل لهذه العلاقة الملتبسة أن وعت النخبة الإثيوبية أهمية سياقة علاقة سليمة وصحية يراعى فيها الحق الوطني الإريتري من ناحية والمصالح الحيوية لإثيوبيا من ناحية أخرى. وقد يعود السبب لتخلف الطبيعة الاستعمارية لإثيوبيا، فهو من ذلك النمط العالم ثالثي والذي يستمد وعيه وسياساته من مخلفات القرون الوسطى. زد على ذلك وفي ذلك الزمن كانت الحالة الإريترية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا أيضا أكثر تقدما ورقيا من إثيوبيا نفسها. ويعود ذلك للحالة التي أوجدها الاستعمار الإيطالي في البلاد. الاستعمار الإيطالي خلافا لبقية المستعمرين الأوروبيين قام بخلق بنية حديثة في البلاد وصناعة متقدمة في زمانها وشبكة طرقات تربط معظم مدنها وعلاقات اجتماعية جديدة، وحاول طوال تواجده أن يخلق شيئا مطابقا لإيطاليا في ذلك الركن من العالم، وذلك ليس حبا في الشعب الإريتري وأرضه، ولكن كان يرى في هذا الإسراف الاستعماري حلا لمشكلة في جنوب إيطاليا من خلال ترحيل سكان الجنوب إلى هذه المستعمرة وخلق حالة من الاستيطان الدائم لهم وإنهاء تناقض الشمال والجنوب في إيطاليا. هذا الكرم الإيطالي وما خلقه من تفاوت كان الفجوة الأولى بين المستعمر والمستعمر برغم القنا الذي تتمتع به إثيوبيا، وبرغم تبدل الأحوال والظروف
لا زال الكثيرون من الإريتريون من الجيل القديم يصعب عليهم أن يهضموا فكرة أن إثيوبيا قد استعمرت إريتريا، ولكن للزمن دوراته، وها هي إثيوبيا تتربع اليوم كقوة إقليمية في القرن الأفريقي. ثم تأتي في المرتبة الثانية مسألة المنفذ البحري، باعتبار أن إثيوبيا بلد مغلق بينما إريتريا تمتلك شواطئ يفوق حاجتها، وحديث من نوع ليس من المنطق خنق الملايين الإثيوبية بينما إريتريا تسيطر ما يفوق حاجتها. وقد وجدت هذه الحجة مكانا خاصا في وعي الجماهير الشعبية، بحيث ارتسمت في مخيلتها بأن الانفصال يعني لها الاختناق. هذا النوع وخلافه من التهييج الإعلامي والتعبئة المغلوطة جعل كل القوى السياسية وبتنوع توجهاتها تساير وتدعم توجه السلطة في إثيوبيا في معالجتها للمسألة الإريترية. وحين يأتي الحديث عن الإريتريا يلتقي اليمين والوسط واليسار الإثيوبي بضرورة القضاء على المتمردين وعملاء الخارج. القوى السياسية الوحيدة التي أعلنت صراحة ودون مواربة حق الشعب الإريتري في تقرير مصيره هي جبهة تحرير تيغراي، وهذا موقف يحسب لها مهما كانت دوافع هذا القرار ومبرراته. هذا الموقف فرض واقعا جديدا من التحالفات والتنسيق بين الثورة الإريترية بشقيها جبهة التحرير والجبهة الشعبية وجبهة تحرير تيغراي، ولو أن العلاقة بين جبهة تيغراي وجبهة التحرير كانت تمر بأزمات متواصلة، ويعود السبب إلى الموقع الجغرافي المتقارب والاحتكاك اليومي بين قوات الجانبين والطريقة العابرة إلى السودان عبر المنطقة الغربية، حتى إن مسألة ترسيم الحدود أثيرت في تلك المرحلة، وقد كانت مسألة بادمة أول إطلالة لها في ذلك الزمن. بالمقابل ازدهرت العلاقة مع الشعبية، ولكن هذا الازدهار كان يحمل في داخله كم هائل من الشكوك وانعدام الثقة. حتى المشاركة التي قامت جبهة تيغراي في قتال جبهة التحرير الإريترية لم يكن انحيازا لطرف ضد طرف آخر كما فسرها الكثيرون، ولكن كانت المصلحة في تأمين الطريق بين مناطقهم والمنطقة الغربية وصولا إلى السودان، بعد أن عانوا منها من انقطاع متكرر نتيجة الخلافات المستمرة والتي كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم. أما العلاقة مع الشعبية فلم تكن أحسن حالا من تلك التي حكمت علاقتهم بجبهة التحرير، إلا أن ما يميز هذه العلاقة أنها مليئة بالمكر والخبث من كلا الجانبين، أكثر من علاقة بين تنظيمين سياسيين يفترض أن يجمعهم تصور سياسي ذات بعد استراتيجي، وقد دفع كلا الجانبين الثمن قاليا نتيجة هذه السياسات القبية. الشيء المشترك بينهما بلا جدال هي المواجهة المشتركة ضد نظام منغستو هايلي مريم، واعتماد كل منهما على الآخر في هذه المواجهة. ولو أن اليد الطولة تبقى للجبهة الشعبية بحكم الخبرة والإمكانيات والعلاقات الواسعة والتجربة الطويلة، وهذه الميزة الخاصة بالشعبية التي يفترض أن تكون القوة التي تساعد على رسم سياسة واضحة ومقبولة ليست لإريتريا فقط بل لكل إثيوبيا، انقلبت إلى لعنة وبشكل متسارع، وانحصرت العلاقة على شاكلة خط بياني مرة صعودا وتارة هبوطا. إن من قرائب الأمور إن القوى الضاربة عسكريا والتي اعتمد عليها في إسقاط نظام منغستو هايلي مريم هي القوى العسكرية للجبهة الشعبية، ولكن الخاسر الأكبر سياسيا كان من نصيب الجبهة الشعبية. لم يكن السيد سياس أفورقي يعلم الدرس الكبير إن الحدود تتحدد حيث تقف الجيوش وترابط المدافع والدبابات، وقد كانت هذه الجيوش والدبابات والمدافع داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت اللحظة التاريخية لفرض الشروط وحصد المكاسب السياسية لكلا الشعبين الإريتري والإثيوبي، وقد كانت اللحظة التاريخية للتعويض للشعب الإريتري لتضحياته العظيمة. ولكن الرجل اكتفى بإشباع غروره وتملكته حالة من النشوة، وكلنا يذكر الحالة التي كان يعيشها في تلك الأيام، حالة الغرور والشعور بالعظمة الفارغة أضاعت على الشعبين الفرصة التاريخية في رسم مستقبل كلا البلدين
بعيدا عن الفهم الكلاسيكي والتقليدي الذي كان سائدا، وقد اكتفى بقبول حق تقرير المصير والنهاية عبر الاستفتاء، باعتبار ذلك هو مطلب الشعب الإريتري، بينما الحليف الآخر كان الأكثر ذكاء. فالقضية الإريترية بالنسبة لهم كانت العقبة الكهداء والتي استنزفت إثيوبيا وأسقطت حكامها واحدا بعد الآخر، فالتخلص منها مرحليا ثم العودة إليها بظروف أخرى مواتية هو الطريق الأسلم مهما كانت التداعيات التي تخلفها مسألة تقرير المصير. وسار الرئيس في اعتقاد راسخ وباعتقاد كاذب بأن نحن من أتينا بهؤلاء في جهل مطبق إن جبهة تحرير تجراي وقيادتها لم تعد تلك التي يعرفها سابقا في شيري بربري وحوزين وباقي ريف تجراي، فهي الآن تتربع في أديس أبا ووضع كل إمكانيات إثيوبيا تحت سيطرتها. والنتيجة ما نراه الآن من العودة إلى المربع الأول ومن العداء المستحكم، هو يحشد وهم يحشدون وتستمر المهزلة، وسيكون لنا تفنيد مفصل لهذه المهزلة في المستقبل القريب. أحمد القيسي. شبر من مدر قلت شنني بحشمتكي أزيما منينا أزيما ينهم لا فينا صارت الباب تنسينا الشمعتنا لا سندلتا أو كرحنا لك ليبا من البابنا لا زر شاما بنا حبا سبا قلت ركبت منيتا قلنا تمم لا سيوبا لا لي وامع القل نخدمه كلنا بحبر الجلابة أزيما منينا أزيما ينهم لا لفينا صارت الباب تنسينا إلا زارت من تمتما ولا شنهت من نكما ريقوا عنا ما باكما نواكل لغالي السما شانت تنبرح بالسما مولاي ناصر سلما عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا زارت من تمتما ولا شنهت من نكما ريقوا عنا ما باكما نواكل لغالي السما شانت تنبرح بالسما مولاي ناصر سلما عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا زارت من تمتما ولا شنهت من نكما ريقوا عنا ما باكما نواكل لقالي السما شانت تنبرح برسما مولاي ناصر سلما عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا عدنا منك كتا قلت عباري بطاينا وبلخبطا تنساي إلا زارت من تمتما ولا شنهت من نكما ريقوا عنا ما باكما نواكل لقالي السما شانت تنبرح برسما مولاي ناصر سلما عدنا منك صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مستهلها أبرز العناوين. اجتماع جماهيري للمنتدى بمدينة جنيف. جهاز الأمن السوداني يعتقل ناشطة إريترية ضد تجارة البشر ويهدد بتسليمها لإريتريا. إلى تفاصيل الأخبار. عقد الدكتور أسف فوتق ستيل عضو التنسيقي بمنتدى الحوار الوطني
اجتماعا جماهيريا يوم الجمعة الماضية بجنيف حضره لفيف من المواطنين المقيمين بسويسرا، تناول فيه بالشرح الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وأهمية خلق آلية موحدة للتصدي لممارسة النظام التي تهدد كيان الوطن برمته، وذلك برفع درجة الوعي بين المواطنين لتحديات المرحلة واصطفاف أطراف المعارضة الإريترية حول رؤية موحدة لإنقاذ الوطن من الانهيار. وقال أسفاو: علينا كمعارضة وطنية تبني منهجية سياسية تنظر للأمور بمنظار عقلاني آبنا عن عواقب ما يمكن أن يحدثه أي فراغ سياسي عقب سقوط النظام. وفي هذا الصدد دعا إلى التفكير بجدية ليس في إسقاط النظام فحسب، بل الذهاب أبعد من ذلك من خلال التحضير إلى استلام المعارضة مقاليد الحكم بطرق أكثر سلاسة. وفي معرض شرحه للخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، قال الدكتور أسفاو: على قوى المعارضة الاستعداد لتناسي خلافاتها والانصهار في بوتقة إنقاذ الوطن من الانهيار وخلاص شعبنا من الظلم والتعسف اللذين يلحقان به جراء ممارسة النظام القمعي التسلطي اللامسؤول. وأضاف أن على المعارضة خلق جسر من التواصل مع الداخل وإفشاء روح الحوار والتسامح بينها والاتفاق على الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد سقوط النظام، كما طالبها بالتنسيق المحكم في مقارعة النظام دبلوماسيا وسياسيا. وأوضح استعداد منتدى الحوار الوطني من أجل تسهيل وخلق أرضية توافقية بين قوى المعارضة الإريترية، وأعلن عن استعداد المنتدى أيضا للتفاكر والتشاور مع مختلف قوى المعارضة بغية الخروج من النفق المظلم الذي يكتنف العمل السياسي المعارض، مفصحا عن لقاءات أجراها المنتدى مع أغلب التنظيمات والأحزاب السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها السياسية، والتي أثمرت حسب قوله عن نتائج جدا مشجعة سيكون لها وقعا طيبا بين أوساط شعبنا. ودعا الدكتور أسفاو إلى أهمية تجاوز تراكمات تجربتنا الثورية والتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي وفق رؤى وطنية واضحة بغض النظر عن التباين في الرؤى السياسية، والتي ينبغي أن تجد مناخا مناسبا لازدهارها وتلاقحها في إريتريا الديمقراطية التي يسودها العدل والمساواة بين مختلف مكوناتها القومية والدينية والجهوية. ودعا الحضور إلى الإسهام بآرائهم ومقترحاتهم إثراء لعملية الحوار والتنسيق بين قوى المعارضة الإريترية، وثمن الجهود المبذولة هنا وهناك من أجل تجاوز هذا الواقع، وأثنى بالأخص على فكرة الجمعيات التي بدأت تجتاح بعض المدن في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إنها ستؤدي حتما إلى تشجيع الأغلبية الصامتة من اللاجئين الإريتريين المقيمين بها، وهي صفعة قوية لجهود أعوان النظام الذين ما فتئوا يحاولون شق صف المعارضة بطرحهم للقضايا الانصرافية التي تلهيها عن تبني القضايا الظرفية والمستقبلية التي تهم شعبنا وتفضح ممارسات النظام. وفي ختام كلمته أمام الجماهير في جنيف أجاب على استفسارات الحضور واستمع لآرائهم ومقترحاتهم التي انصبت حول كيفية الخروج من الواقع الحالي والولوج إلى رحاب واقع أكثر ازدهارا وأمنا. يواصل المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي جلسات أعمال اجتماعه الطارئ التي افتتحت يوم الاثنين الماضي 15 من ديسمبر بمدينة دبرزيت الإثيوبية. وتفيد الأنباء الواردة إلينا من مقر الاجتماع بأن المجتمعين تسودهم روح التوافق والمسؤولية في مناقشة بنود الاجتماع، والتي من ضمنها تفعيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري. هذا وكان المكتب التنفيذي للمجلس قد دعا إلى عقد هذا الاجتماع بعد مضي أكثر من عامين دون عقد المجلس لاجتماعاته الدورية، ومن المقرر أن يختتم الاجتماع أعماله في 19 من هذا الشهر. تناولت الصحف المحلية السودانية الصادرة في الخرطوم اعتقال جهاز الأمن السوداني الناشطة الإريترية يورساليم يعقوب في 13 من هذا الشهر في مطار الخرطوم. وكانت يورساليم قد حضرت من لندن إلى الخرطوم لقضاء إجازتها مع أقربائها في السودان، وأوقفت في المطار أثناء عودتها إلى لندن، حيث تم اعتقالها وتهديدها بتسليمها إلى السلطات الإريترية على الرغم من حيازتها لوثائق بريطانية تثبت أنها تتمتع بحق اللجوء السياسي في إنجلترا. الجدير بالذكر أن يورساليم تنشط مع المنظمات البريطانية التي تعمل ضد تجارة البشر والتي ترتكب في حق الإريتريين في شرق السودان وصحراء سيناء، ومن المتوقع أن تتحرك المنظمات البريطانية للتضامن مع الناشطة يورساليم وتقف ضد التسليم القسري للحكومة الإريترية. صوت المنتدى. بهذا نختم ساعة المنتدى لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا بمشيئة الله
نشكر لكم حسن المتابعة، وتصبحون على وطن آمن وسالم. في أمان الله.